فكره يا جماعه، انا اكتشفت ان كل اصحابي ما بيثقوش فيا خالص. اخر حبه ثقه كانوا موجودين راحوا في برنامج رامز قلب الاسد. عشان كده لما طلبوا مني ان نعمل برنامج السنه دي، كنا لازم ندور على وجه شخص كل الفنانين بيثقوا فيه. لو رفع سماعه التليفون على اي فنان هيجي جري ومش هيشك لحظه واحده انه معمول في مقلب. الشيء الوحيد المشترك بيني وبينه ان في حبه شر. احب اقدم لكم مارلون براندو السينما المصريه. كل سنة حضراتكم طيبين. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة واحدة بس، أنا غير مسؤول بالمرة عن اللي هيعمله فيكم أو فيهم أو فيا الحكاية ده. يا ابن رامز ثعلب الصحراء في رمضان على تلفزيون الحياة.